بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعم الآخرة يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين النهاردة معانا سفرة سمك وهنعملها بخلطة واحدة بس. هتعملك أحسن سفرة وعلى السريع برضو مش تاخد منك وقت. معايا الجمبري دوت كنت شارياه وخزنته في الفريزر، وبطلعه بعينه بقشره وبطلعه اقشره، وزي ما انتم شايفين كده نضيف ما شاء الله. وبشطفه بس انا مش بعمل فيه حاجه لان الجمبري ما بيبقاش زفر عامه يعني. والسمك ما شاء الله السمكيه البولت ديت نص كيلو، والكابوريا اللي معايا دي. طبعا زي ما انتم شايفين في الطبق اللي استانلس دوت التوم قشرته، وقرنين فلفل. لو انت عايزه تستغني عن الفلفل وتحطي قرن واحد مثلا براحتك. ونص طماطمايه، لا طماطمايه. وبتحط دقيق وميه وخلاص دوت تحطه في الخلاط بتاعك. تحطي الثوم والطماطمايه وقرن الفلفل والبهارات بتاعتك، وتحطي يعني اللي بيخلي اللون معانا اصفر وجميل كده، الكاري او خلطة الرز البسمتي لو عندك استخدميها مفيش اي مشاكل. زي ما انت شايفه اهوت. جيت احط الخلطة في الكبة، طبعا الكبة وقفت مش عارفة ايه اللي حصل لها. فطبعا رحت حاطه طبعا اللي اسعفني الخلاط، وصرفت نفسي. عايزه اقول لكم الخلطه دي هعمل بها الكابوريا وهعمل بها الجمبري وهعمل بها السمك. يعني مش محتاجه اي حاجه، هي خلطه هتعمليها تستخدميها في كل الاكله يا ست الكل. و ما شاء الله تطلع معاك السفرة زي ما هتشوفها دلوقتي. ما شاء الله الطعم والقرمشة واحلى سمك ممكن تعمليه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اهو. التوم قشرته وحطيته في الكبه زي ما قلت لكم. الكبه يعني غضبت عليا، فروحت راكنها على جنب واستخدمت الخلاط. زي ما انتم شايفين مكونات سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه. يعني قرن شطه اخضر احمر زي ما انت حابه، بس انا بحب يعني في السمك والجمبري بالذات الفلفل الشطه الاحمر، وطماطمايه وعصرتين ليمون. ومش محتاجة بقى انتي اي حاجة معاها غير الخلطة اللي انت شايفاها دي. طبعا ما حطيتش في الاكلة دي لا كزبرة ولا بقدونس، لان طبعا الحاجة غالية زي ما انتوا عارفين. الطماطم عندنا ب40 جنيه. وربنا يسهل كده وترخص لما نشوف. آه، الجمبري ده انا كنت جايبه ما شاء الله. كان حد بيبيع عندنا يعني الجمبري ده، وجبت منه يعني ما شاء الله في حدود 3 كيلو. وحطيته في اكياس، فرزته في اكياس. يعني بتحطيه في الفريزر زي ما هو، حتى مش بتعملي فيه اي حاجه. بتطلعيه تشطفيه شطفتين وتحطيه في ميه وتقشريه، وتاخدي كميه ما شاء الله جميله. انا الكميه اللي انت هتشوفوها معاكم معموله في اللي انا قلياها يعتبر ربع الكميه اللي معايا في الطبق دي. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى الكاري عامل لون للجمبري والسمك ازاي، هتشوفوا دلوقتي. هيعمل له لون حلو قوي قوي وما شاء الله. مش شكل بس، لا ده طعم ما شاء الله وريحة. ومش ريحة سمك وزفارة ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يعني ايه، أكلة بألف هنا وشفا على اللي هياكل واللي بيتفرج واللي هيعمل ان شاء الله. الخلطة اللي انا قلت لكم حطيت ايه حطيت ايه يا لولو في الخلاط. الدقيق، حطيت معايا دقيق، سنة جنزبيل لو عندك جنزبيل ناشف، جنزبيل اخضر فريش، سنة بسيطة. بتعصري ليمون والثوم بتاعك حسب ما الكمية، برضو حسب ما انت حابة او حسب الكمية المتاحة عندك. وطماطماية وقرن فلفل احمر. ده اللي انا حطيته، فلفل اسمر وكمون. والملح بتاعي بتظبطي ملحك طبعا، والبهارات بتاعتك حسب برضو لان البهارات والملح ده اذواق، وحسب التست اللي انت حباه في الاكل. فانا بقولك الخطوات الاساسيه، وانت طبعا بتقللي في البهارات بتزودي زي ما انت حابه. طبعا الليمون معانا يعني في السمك كتري ليمون براحتك. عايزه اقولك نقعي السمك بملح فقط يا جماعه. ملح فقط فقط. يعني انت عايزه تنقعي بتنضفي السمكيه بتاعتك، بتحطي في قلبها ملح وتسيبيها. بتنزل اي بواقي فيها او اي حاجه مش مستحبه فيها، بتلاقيها ما شاء الله زي الفل وبيضه وزي القشطه. بس انا بنقع السمك بتاعي بملح بس، مش بحط عليه ليمون. بحط عليه ليمون في الخلطه ما شاء الله تبقى زهره وبتبقى جميله جدا. طبعا احنا عملنا الخلطه دي. هتاخدي طبعا هتاخدي
عفوا، هتاخدي جمبري كنتاكي وهتاخدي سمك كنتاكي. هتاكلي السمك اللي تستخدم الطريقة دي هتدعيلي، لان ما شاء الله طعم وريحة وحتى الشكل ما شاء الله يفتح النفس على الاكل. ربنا دايما يا رب يفتح نفسكم على الدنيا ان شاء الله. ما تنسوش طبعا باللايك والاشتراك في القناة وتعليق حلو زيكم. بنقدم لكم على قد ما نقدر الحاجات المتاحة معانا، والطريقة اللي احنا ما عملناش معاكم قبل كده بنحاول نجدد. ويا ريت ان شاء الله نكبر بيكم. ما تنسوناش تاني باللايك والاشتراك في القناة وتعليق حلو زيكم. طبعا احنا عملنا الرز بالبصل كام مرة على القناة. بتدبلي البصلة بتخليها تحمر مش تتحرق يا جماعة، لان لو حرقت البصلة هيبقى الرز مرر معاكي. انا قلت الموضوع ده كتير، فبحاول في كل مرة اكرر عشان ما ننساش. عايزة تحطي قرن فلفل مع البصل وهو بيتحمر حطي عادي، مفيش اي مشاكل. بتخلي البصل بتاعك يحمر، وتنزلي بالمية تسيبها تغلي، وتحطي بهاراتك كمون فلفل اسمر. عايزة تحطي سنة قرفة حطي. وانا طبعا كان معايا كاري متوفر، فرحت حاطه سنه، والملح بتاعك، وتنزلي بالرز بتاعك بعد ما الميه بتغلي زي ما انت هتشوفوا معانا دلوقتي في الفيديو. واهو البصل هيحمر، اهو هيحمر مش هيتحرق. خدي بالك في البصل بتاع الرز بالذات، مش تسيبيه وتروحي تعملي حاجه ترجعي تلاقيه محروق يمرر معاكي الرز. طبعا لازم نحافظ على النعمه، لان كل حاجه دلوقتي غاليه. آه، الميه غليت، رحت حاطه الرز بتاعي، هنزل بفلفل اسمر كمون. عايزه تحطي عود قرفه سنه قرفه زي ما انت حابه. طبعا البهارات دي يا جماعه زي ما انا بقول لكم في كل فيديو، البهارات دي اختياري حسب ذوقك في الاكل. حطي طبعا الملح بتاعك. لو عندك مكعب مرقه دجاج حطي. وكده يبقى الرز معاكي سهل ومفيش اي حاجه. طبعا ملك الفيديو النهارده معانا الجمبري، اول مره اعمله معاكم على القناه، والكابوريا اول مره اعملها معاكم على القناه. سهله جدا جدا جدا، مش تاخد منك وقت. انت كل اللي هتعمليه الخلطه، وطبعا هتكوني منضفه الحاجه بتاعتك. وخلاص كده يعني الحاجه هتبقى يعتبر جاهزه معاكي وزي الفل. نزلت بالملح بتاعي، وبتقلبي تقلبتين. طبعا مش بتحطي الملح وتسيبي الدنيا سايبه كده، لا بتحطي تقلبي تقلبتين زي ما انت شايفه. طبعا هنعمل الكابوريا معاكم زي ما انتم شايفين. قطعت بصلايه عشوائي، وطماطمايه نص طماطمايه بالظبط، وقرن فلفل احمر. طبعا مش هننسى الخلطه، بقيه الخلطه اللي معايا في الخلاط طبعا ما كانتش كتير. يعني ما كانتش كتير، لكن هتشوفوا معايا دلوقتي هتتقل قد ايه. وكمان لما تسيبيها وتيجي تسخنيها تاني هتلاقيها تقلت معاكي، وتاكلي احلى شوربة سي فود. طبعا ممكن تضيفي بقى طبعا عليها بلح البحر، او تضيفي اي ممكن تضيفي عليها نفس الطريقة دي جمبري جامبو. طبعا حطيت حتة سمنة جنة، يعني يعتبر نص معلقة، مش نص معلقة من الكبيرة. ما تتعوديش تزودي السمنة او الحاجات دي او الزيوت عامة يعني في الاكل، بالذات في الشوربة، عشان ما تبقاش مصلصلة معاكي وتبقى مش حلوة. زي ما انتم شايفين نص طماطمايه قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين، وقرن فلفل وبصلايه، ونزلت بالسمنة تاخد تشويحة، وانزل بالكابوريا بتاعتي. طبعا الكابوريا دي بلدي، يعني يعني هي وسط، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. وطبعا شايفين الجمبري، بس الجمبري اللي معايا في الفيديو جمبري صغير، لكن الطريقه دي هتكبره معاكي وما شاء الله مقرمش وجميل. يعني انا عايزه اوريكم صوت القرمشه وانا بدوقه بس مش يعني مش بعرف اعمل كده، يعني افصل الفيديو عن فيديو. فان شاء الله نحاول يعني نهتم بجوده الفيديوهات شويه ان شاء الله، عشان تتفرجوا وانتوا مستمتعين، وتبقى في مصداقيه طبعا في الكلام اللي احنا بنقوله. آم، شفتوا تشويحتين ثلاثة، هي ما خدتش حاجة على النار خالص. مش بسيب البصلة والطماطمية يحصل لهم حاجة، بس بشوحهم في حتة زبدة بسيط. عندك زبدة حطي يا ريت، زبدة فلاحي. ما عندكيش الاتنين، عندك زيت حطي، المتاح عندك استخدميه، هيطلع معاكي الأكل زي السكر. آم، بصوا، ما لحقتش حتى اشوح، يعني ما شوحتش دقيقتين اتنين لقيت بصوا بسم الله ما شاء الله منزله الميه بتاعتها. جميله جميله جميله. طبعا الكلام ده على عشاق الكابوريا، لان في ناس كتير مش بتحبها، لكن لو دقتيها بالطريقه دي وغسلت طبعا الحاجه بتاعتك كويس ونضفتيها ونقعتها كويس، طبعا هتنزل اي زوايد فيها مش مستحبه،
وتاكلي الاكل بالف هنا وشفا. زي ما انتم شايفين بقى، بصوا هي بتبتدي تلون، يعني مش بيبقى لونها زي ما انتم شايفين كده، بيبقى لونها برتقاني جميل يفتح النفس بصراحة. ارجع واقول برضو ان مش كل الناس بتحب الكابوريا، لكن يعني يا ريت تجربوها، جربوها وبعدين نحكم. لو جربتوها بالطريقه دي صدقوني هتدعولي. والجمبري بالطريقه دي بتزود معاكي الكميه وقرمشها، عايزه اقول لكم صوت القرمشه جايب اخر البيت. آم، أكلة سهلة برضو وبسيطة. أنا كل مرة بقول لكم أكلة سهلة وبسيطة، لكن هي أكلة سهلة وبسيطة. يعني الطريقة واستعدادك للحاجة، بتجهزي الحاجة بتاعتك، بتلاقي الحاجة معايا. بصوا أهو أنا زودت الخلطة اللي معايا شوية مية، رحت نازلة بيها على الخلطة. بس يا دوبك هغطيها 3/4 كده، أغطي الكابوريا اللي معايا، تبقى الحاجة معايا جاهزة وزي الفل. بتاخدش 10 دقايق على النار، 5 دقايق بالكتير، عشان ما تشدش منك وتبقى مش حلوة. الاكل ده بالذات يا جماعه، الجمبري والحاجات دي ما بتاخدش سوا كتير. يعني غلوه واحده بس هي هتغلي وتطفي عليها. غلوه واحده بعد ما اغطي خلاص. بصوا اهو، حاطه رشه فلفل اسمر، رشه كمون، عايزه تحطي قرفه. طبعا انا حاطه جنزبيل في الخلطه، جنزبيل فريش، فعامل عايزه اقول لكم طعم وتيست للاكل روعه. استخدموا يا جماعه الجنزبيل الفريش، عايزه اقول لكم في الشرب ما شاء الله روعه. مفيد جدا وصحي جدا، حتى في الاكل بيدي طعم وطعم وريحه للاكل. بتودي الاكل في حته تانية. شوفوا بقى الخلطه معايا ازاي، يعني كهرمان يعني، جميله ما شاء الله. آم، بت 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 يعني بتعفريها بالدقيق. انا مش حاطه غير دقيق بس. بتنفضيها جامد، بتنخليها لو انت عاملاها في مصفى ولا حاجه، وتنخلي كل الدقيق الزوايد وتحطيها زي ما انت شايفه كده في الزيت. بس يكون الزيت بتاعك قادح وسخن، ويكون الزيت بتاعك غزير يا ريت، لان الزيت الغزير بيطلع السمك معاكي مقرمش وتاخدي نتيجه مرضيه وحاجه تعجبك يعني ايه للاخر. فبسم الله ما شاء الله، اللون بتاع الجمبري تحفة. عايزة اقول لكم الجمبرية اصلا صغيرة، بس هتشوفوا دلوقتي ما شاء الله زي السكر الجمبري، بيقرمش وطعم. يعني عايزة اقول لك احلى من الكنتاكي، هو جمبري كنتاكي. عملنا معاكم النهاردة ايه؟ عملنا سمك، سمكية بولتي ما شاء الله كبيرة، وتنويع في الاكل. طبعا انت حسب الافراد اللي هتاكل عندك، عشان ما تعمليش الحاجه مثلا وتفضل لتاني يوم. في ناس ما بتحبش الاكل بايت، فحاولي توفري حاجاتك حسب استعمالك، عشان ما فيش حاجه تترمي منك. والاكل مثلا لو بات، في ناس ما تاكلش الاكل بايت يترمي. فاحنا دلوقتي بنحاول نلم الدنيا على قد ما نقدر، لان دلوقتي الحاجه غاليه طبعا. وربنا يا رب ييسرها لنا كلنا يا رب، وان شاء الله الاسعار ترخص، ونشوف يعني على امل ان الاسعار تبقى هاديه شويه. آم، شفتوا بقى؟ بصوا ما شاء الله قرمشه، واللون، بصوا اللون والشكل الجمبري بيحكي عن نفسه اهو. شفتوا؟ مش عايزه اتكلم. بتعفريها وبتنخليها، لازم تنخليه من الدقيق. او ما تخافيش لو عجن، لو حسيت ان الدقيق هو بيبتدي يعجن معاكي، زودي دقيق. ولازم تكون كمية الدقيق برضو معاكي حلوة، عشان ما يعجنش معاكي، وتنخليه كده. لو انت بمصفى او البتاع اللي انا بقلب بيها دي، او بايدك، انا كنت بنخله بايدي واحطه على طول، احطه على طول في الطاسة. طبعا هتعملي كده يعني مثلا هتعملي نفس الخطوات والزيت قليل. مش هتاخدي جمبري طبعا، مش هتاخدي جمبري كويس، هتاخديه يعني طري كده ومش حلو. لكن الطريقة دي الأسماك بالذات لازم يكون الزيت بتاعك غزير، أو مغطي السمك على الأقل، ويكون سخن عشان تاخدي وبرده ما يكونش النار عالية قوي عشان الحاجة ما تتحرقش منك، وتحس ان هي شايطة كده. فبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم انا عملت ربع الكميه اللي معايا، يعني ما عملتش الكميه كلها، والباقي انا عينته في التلاجة. وطبعا كل ما الجمبري هيقعد في الخلطه، كل ما هيدي حلاوه وطعم وما شاء الله وقرمشه. يعني ايه، هتحبيه. جربي الطريقه دي ومش هتندمي. كل حاجه خطوه معاكي، خطوه بخطوه اهو، ومعاكم حتى في القلي. فما تنسوناش بقى طبعا بلايك واشتراك في القناه وتعليق حلو زيكم، وما تنسوش تصلوا على النبي، وما تنسوش تنصروا اسلامنا ان شاء الله. اي حد يا جماعه يشوف الصفحات المسيئه لديننا دي، يا ريت
يعمل لها ابلاغ اي صفحه، لان هم كل ما صفحه طبعا اللي هم لشبابنا يعني كل ما صفحه تتقفل كل ما يرجعوا يعملوا صفحات تانية. ان شاء الله ربنا حافظ كتابه وحافظ المسلمين ان شاء الله. فطبعا احنا مش هنيأس، ودي قلة قليلة، ودي ناس ما عندهاش دين وعارفين ان الاسلام دين الحق. فطبعا لازم يحاربوه بكل ما أوتيوا من قوة، واحنا ان شاء الله نتصدى لهم بكل ما أوتينا من قوة. فطبعا اللي يقدر يعمل إبلاغ عن أي حاجة يشوفها أي صفحة بتروج للحاجات دي، يا ريت يا ريت يعمل لها إبلاغ. وطبعا دي أقل حاجة نعملها لنصرة ديننا إن شاء الله. ونرجع للفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين اهو برضو عفرت السمكية بتاعتي، انا طبعا حطيت عليها الخلطة زي ما انتم شفتوا. وانا على فكرة ما لحقتش هنقع الاكل في الخلطة، لكن اللي هيتبقى هيتنقع في الخلطة، لان انا عملته على طول وحمرت على طول، فما هو ما لحقش حتى يقعد في التتبيلة. فطبعا هو الباقي هيقعد في التتبيلة. فانت عايزه تسيبيه ساعه نص ساعه براحتك، او تسيبيه حتى لحد بالليل او لحد بكره طبعا، وتعفريه في الدقيق وتقلي. طبعا كله حلو، لكن عايزه اقول لكم ما شاء الله انا ما لحقش يتبل يعني وقت كويس، لكن ما شاء الله طالع زي الفل زي ما انتم شايفين. اظن الصوره بتتكلم عن نفسها. بسم الله ما شاء الله. السمك مقرمش وتحفه، طعمه روعه. وال عايز اشوفه بقى الكابوريا. عايزاكم بقى تدوقوا معايا. بصوا يعني على فكرة الشوربة بتاعتها دي كل ما تقعد شوية يعني كل ما تهدى مثلا وتيجي تسخنها تاني هتلاقيها تقيلة. طبعا بقى مع عصرة ليمون. وادعوا لي يا رب دايما الفيديوهات بتاعتنا تكون بتنال اعجابكم، وهيبان حبكم لينا ان شاء الله بالاشتراك في القناة وتعليق حلو زيكم، وضيفوا صحابكم واصحاب صحابكم واهلكم. آم، آه، زي ما انتم شايفين بصوا ما شاء الله السمكية حلوة ازاي. بسم الله ما شاء الله السمكية باينة صغيرة، لكن هي اللهم صل على النبي يعني هي نص الكيلو. بألف هنا وشفا على اللي هياكل واللي بيتفرج واللي هيعمل. خلاص كده خلصنا الأكل معانا. وتعالوا بقى شوفوا الشكل الأخير للأكل. تعالوا بقى كلوا معانا. بصوا ما شاء الله ده يعتبر ربع الجمبري. بسم الله ما شاء الله بيتضاعف. الخلطة مدياله ما شاء الله قرمشة وبتخليه يكتر. ده الرز بتاعنا طبعا اللي ببصل. ودي السمكية بتاعتنا. بصوا بسم الله ما شاء الله قرمشة طبعا وطعم. والشوربة دي بقى تشربيها واللي بيشرب اللي بياكل الأكلة السمك دي بيقول فين السرير عاوز انام. يا رب دايما تاكلوا الأكل اللي بتشوفوه معانا واللي بتعملوه في بيتكم. يا رب يا ربنا يملى بيتكم سعادة وهنا يا رب. وده كانت أكلتنا النهاردة وبخلطة واحدة. وما تنسوناش طبعا بلايك واشتراك في القناة وتعليق حلو زيكم. ودي كانت أكلتنا النهاردة بألف هنا وشفا على قلوبكم وعلى قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.